تفتكروا ايه الفرق لو جربت الاكله دي من 3 اماكن مختلفه، مكان رخيص قوي ومكان عادي لحد ما اوصل لاغلى واحد؟ فتعال نشوف ايه الفرق. كله على الطبيعه يا صاحبي، بيت بلدي من العشش بتاعت الفراخ بتاعتنا برضه، مش من عند حد تاني يعني. جبنه رومي وربنا احلى من اللحم. بلو بيف هتلاقيه في مصر برضه، يعني كله على الطبيعه اهو. سان شاير مفيش كلام. مربى برضه في تراك برضه. قشطه بالصلاه على النبي بلدي، بعد احترامي ليك مش مخبي حاجه يعني، كله على الطبيعه. العين هي اللي بتاكل قبل اي شيء برضه. اول مكان في وسط البلد ابو لطفي، فرش كل حاجه على ترابيزه كده بتتحضر قدامك زي ما انت شايف. اول حاجه دواني كده الجبنه الرومي، طعمها كان جامد وعجبتني، ولفت انتباهي بقى قوي ان لقيت من الناس اللي واقفه اجانب بياكلوا ومبسوطين قوي. فتعال نشوف بقى ابو لطفي بيعمل ايه. الحاجه الرئيسيه والاساسيه في الاكله دي هو الفينو الفريش اللي انت شايفه، والجبنه بقى والبلو بيف والتونه، وعنده بيض بلدي زي ما انت شايف ومربى، والخضار فريش، طماطم وفلفل وبيتغسل قدامك في النظافه يعني. فكده انا اتحمست قوي، فجبت تقريبا كل الحاجات اللي عندهم بقى، من جبن ومربى وقشطه وبيض. فتعال نشوف بقى جبت ايه وايه اللي جامد وايه اللي عادي واي كلام. يلا بينا. نبتدي باول واحد، بيض بالجبنه القديمه، رغيف الفينو فريش، بسم الله. بيض بلدي فريش، فينو فريش، جبنه قديمه مظبوطه. وما تكملش الاكل دي بقى غير بطماطمايه متقطعه مع رشه توابل ملح وفلفل وشطه وقرن فلفل حراق. نخش بقى على تاني سندوتش. افتح يا باشا جبنه بيضه، افرد كده في العيش وبسم الله. جبنه اهو بطماطم، هوب جبنه بطماطم زي ما قال الكتاب والله. فلفل وقلت له اعمل لي واحد جبنه رومي كده من اللي دوقتهاني وعجبتني. جبنه رومي برده اهو الفينو، بسم الله. جبنه رومي مظبوطه والله، ولا حد ولا دلع، وسط نفس الكلام ولا كلمه. وما ينفعش اختم غير بواحد قشطه بلدي كده في الفينو الفريش. هوب بقى بالمربى، افرد الكلام ده كله على بعض. اختم بايه؟ بمربى قشطه، شويه قشطه ايه بلدي، هوب حط مربى. وعجبني الصراحه وري بقى ان كل الحاجه انت عارفها هي ايه، حلواني وجبنه عبورلاند، كل حاجه انت عارف مصدرها فاهم، حتى التونه سانشاين. نقطع كده هوب. عنوان المحل مفارق شامبليون، شارع محمود بسيوني، وانت جاي من عند كشري ابو طارق بجوار بنك كونك. مفارق شامبليون محمود بسيوني. وزي ما احنا لسه في وسط البلد، نروح عند واحد من اشهر الناس اللي بتعمل الاكله دي، سامح. ايه؟ نخش بقى على سامح اللي في وسط البلد قدام فسحه سميه. جبت ايه؟ واحد بيض بسطرمه وواحد مربى بالقشطه. نبتدي باول حاجه البيض بالبسطرمه. الرغيف كبير الصراحه فريش قوي، بسم الله. طعمه عالمي، بسطرمه على الشعره ولا حد ولا دلع، مع بيض وشويه توابل، جامد قوي. والعيش فريش سعره 30 جنيه فتمام. لا بيض بسطرمه ولا كده. نخش بقى على ايه؟ مربى بالقشطه، ده 30 جنيه. نقطع كده حته صغيره مربى بالقشطه، قشطه طعمها حلو، مربى فراوله حلوه، ساندوتش لطيف والعيش فريش. لا سامح الصراحه جامد، عجبني. العيش انا بالنسبه لي الاكله دي كده كده كواليتي الحاجه اللي بتجيبها من بره، اللي هي الحاجات بقى اللي بتاعت البقاله، هي جبنه وقشطه والكلام ده كله بلس الفينو. ظبطت الاثنين دول هتعمل ساندوتش ولا كلمه. خش على بعض. ده اغلى واحد فيهم مو بيسترو، وده فرع ديستريكت 5. قعدت ومسكت المنيو لقيت عندهم اوبشنز كتيره. مو بيسترو واحد من المطاعم المفضله بالنسبه لي ومن اجمد المطاعم اللي موجوده في مصر. اول ما عرفت ان هو نزل السندوتشات دي فقلت اروح اجرب. في بوينت صغيره بس قلت اقول لكم عليها، اقل حاجه بتطلبها سندوتشين، يعني طالب طعميه بينزل لك 2 زي ما انت شايف كده. انا بقى طلبت طعميه وبيض بالسجق وبيض بسطرمه، وما تكملش غير بمربى بالقشطه. صباح الفل والحلاوه وربنا ينصرهم. صباح الفل والحلاوه وربنا ينصرهم. نبتدي بقى باول واحد الطعميه. ساندوتش طعميه فيه 4 طعميات كده، جواه بقى طماطم وجرجير وبينزل معاه طحينه وليمون معصفر. غرقت الساندوتش طحينه زي ما انتم شايفين كده وبسم الله. ساندوتش حلو قوي، طعميه سخنه مقرمشه، لا الطعميه طعمها لوحدها خطير، مع ليمون معصفر مزز ومشطشط عالمي. نخش على اللي بعده، بيض بالبسطرمه. زي ما انتم شايفين الساندوتش مليان والعيش فريش قوي والبسطرمه مظبوطه بالملي، ولا حدقه ولا ده بقى بيض بالسجق. زي ما انتم شايفين الساندوتش مليان قوي، سجق مع فلفل مع بيض. الصراحه الفيلينج كتير قوي والساندوتش جامد، طعم السجق لوحده اصلا خطير. ونختم بقى باخر حاجه مربى بالقشطه، مربى كتير قوي والقشطه تحت كده، بسم الله. طعمه تحفه، كواليتي المربى مع القشطه بلدي ولا كلمه. والسر في العيش ده. اجمل حته في الساندوتش بالنسبه لي المقرمشه اللي تحت دي، وحرفيا الفينو زي ما قال بالظبط. عربيته كاوتش عربيه هتاكله يعني فريش وجامد، لا مظبوط بالملي. فمن الاخر بقى هدفي من سلسله الفيديوهات دي مش مهم تدفع كتير عشان تتبسط، ممكن تاكل من العربيه وهتتبسط، هتاكل من محل عادي برضه هتتبسط، هتروح مكان غالي قاعده وفي الشياكه برضه هتتبسط. شير وسيف للفيديو ومن شاء الله صاحبك، وهفضل اقول لكل فيديو ان شاء الله حاجه بتضاع من القضيه الدعاء نبطل نجيب اللي ما يتسموش. سلام.